السلام عليكم واهلا بيكم. ثروة وكنز في مصر بتتخانق عليه الدول الأوروبية زي روسيا والصين وأمريكا وغيرهم. يعني بلاد تقيلة وليها سمعتها في الاقتصاد وكلنا عارفين ده. النهاردة احنا جايين نتكلم عن مشروع ضخم دول العالم حرفيا بتعرض على مصر إن هي تستحوذ عليه. مش هقولك بالملايين، لا يا ريس، ده بالمليارات الدولارات بتعرض علينا كدولة. وده حصل من ساعة ما مصر بدأت إن هي تغير من تفكيرها واستراتيجيتها في التعامل مع المشاريع التقيلة زي الموانئ التجارية اللي بتمتلكها. طورت أكتر من 80 مشروع، كمان بتسعى إن هي تكون مركز عالمي للتجارة وشبكة لوجستية للموانئ البحرية. الموضوع مش هزار وكله بيتعب، وكل فرد في الدولة بيسعى لتطوير المشاريع دي تحديداً. يلا بينا ندردش مع بعض ونعرف ايه القصة بشكل اوضح. بفكر حضرتك اننا بنتعمق في الحدث وبنقول الجديد. تابعنا للنهاية عشان تعرف معايا انا محمد فرج كل حاجة صح في المراية. واحنا بنبدأ حلقتنا وبنقول بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نسأل ونقول ليه الدولة بتهتم بمشاريع الموانئ؟ مصر عندها 18 ميناء تجاري، ده غير ال 3000 كيلو شواطئ اللي لازم طبعا يتم استغلالهم بشكل أمثل، ويتم استغلال إمكانياتهم بشكل واضح وصريح. عشان نقدر نعمل ده الحكومة حطت خطة لتطوير الموانئ بشكل كامل، وده طبعا هيزودنا في جذب الاستثمار. وهتقدر الدولة تعمل شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية مرتبطة بالموانئ البحرية بوسائل كتيرة، وده هيزود لنا بالتبعية حجم التجارة وهيخلي مصر مركز عالمي للتجارة. عايزك تعرف ان الموانئ المصرية كنز للدولة والعالم، عشان كده باقي دول العالم بتحارب بعضها عشان تبدأ تظهر بالفعل ملامح كل المشاريع دي في مصر. منها شبكة قطارات سريعة عشان تربط الموانئ ببعضها، زي المحور اللي بيربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط عن طريق الشبكات القطارية الجديدة. كمان موانئ البحر المتوسط بيتنافس عليها العالم لأن هي تعتبر بوابة للتجارة الأوروبية، يعني في منافسة شرسة على الموانئ المصرية فعلا. إيه قصة بناء مصر قاعدة عسكرية بحرية متكاملة؟ مصر يا ريس بقى عندها أسلوب جديد في موضوع الموانئ ده، وهي إنها عايزة تطور وتعمل نظام وتبني جنبه قاعدة عسكرية بحرية برية متكاملة من جميع الجهات، من أول المطار الحربي والدفاع الجوي لغاية القاعدة العسكرية البحرية، وده عشان تأمن العملية الاقتصادية من جميع الجهات. خد بالك روسيا من فترة طلبت ان هي تعمل قاعدة عسكرية في سيدي براني، لكن مصر رفضت بشكل قطعي، لانه طبعا ما ينفعش يكون في قواعد عسكرية اجنبية على ارض بلد، لانك كده ومن غير ما تاخد بالك هتكون بتدمر الدنيا وبتعرضها للخطر كمان. واحنا هنا عندنا الناس ما بتهزرش من الناحية الامنية وما بتسمحش لاي خطر يجي بس كده يمشي قدام بلدنا. خلينا نتكلم ونرجع لموضوعنا. مستقبل مصر في الموانئ رايح على فين يعني؟ ميناء جنوب عاصمة مصر بيعتبر ومن غير مبالغة مستقبل مصر. لو الميناء ده اتنفذ بشكل صح وكويس، منطقة غرب مصر هتتنقل حرفيا لنقطة تانية خالص. موقع الميناء ده مهم جدا لأنه من أقرب الأماكن للسواحل الأوروبية، وهيكون بوابة الموانئ الغربية. ده غير إنه هيكون ميناء للحاويات ومنطقة خدمات لوجستية كمان، وكل ده بيلعب على اقتصاد مصر في المستقبل، واللي هيزوده بشكل واضح وملحوظ في جزء أجنبي من التمويل. هيكون بنظام البي أو تي، هيكون حق الانتفاع لمدة محددة بس مش دايم زي مشاريع كتير بيفضل حق الانتفاع مستمر معاها والأجل غير مسمى. وزير النقل بيشهد توقيع 3 مذكرات تفاهم في مجال إنشاء وتشغيل الموانئ الجافة. في اليوم الثالث من المعرض الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستية للشرق الأوسط وأفريقيا، المهندس كامل الوزير في المؤتمر عقد اجتماع مع المستثمرين الكبار اللي عايزين يستثمروا في قطاع الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، واللي من أشهرهم شركة سامكريت. الشركة أعلنت رغبتها في التعاقد مع وزارة النقل المصرية، واللي بتتمثل في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة. وبالفعل تم توقيع التعاقد عشان يتم إنشاء وتشغيل الميناء الجاف كوما بورادي مع مجموعة سامكريت، عشان يتم تشغيل وإدارة وإنشاء المنطقة في 6 أكتوبر مع شركة أوركيد. وإيه تاني يا عم فرج؟ أقول لك يا ريس، تم توقيع مذكرة تفاهم عشان يتم إنشاء وتشغيل المنطقة في مدينة السلوم، واللي هتكون بمساحة 400 فدان،
كل ده في إطار تطوير خطة وزير النقل المصري واللي عايز ينفذ أكتر من ممر لوجستي، وده لنظرة أعمق وأبعد، وإن مصر تكون مركز عالمي للتجارة اللوجستية، وده هيكون عن طريق إنشاء شبكة من الموانئ الجافة. عايز أقول لك إن ميناء كوم أبو راضي مهم جدا عشان يتكامل مع منظومة النقل بالمنطقة، واللي بتضم أكبر مصانع للإلكترونيات والأسمدة والأسمنت، ده غير خدمة بضائع الصب واللي متمثلة في صوامع الكوم نفسه اللي تابعة لوزارة التموين. وبالشكل ده يعتبر المشروع من أولى خطوات تنفيذ خطة الدولة في توطين الصناعات الثقيلة بمصر، واللي بتستهدف إنها تحول مصر لمركز عالمي. كمان الميناء ده بيتميز بموقعه اللي مخليه امتداد طبيعي لمواني الحاويات الرئيسية في مصر، هيخدم المناطق الصناعية المجاورة في مناطق بني سويف ومراكز الاستهلاك في القاهرة الكبرى. كمان المشروع ده يعتبر محور من محاور التنمية المستدامة اللي هيأثر في الحد من ارتفاع تكلفة النقل اللي بتتكلفها في نقل البضائع. ده هيكون عن طريق تحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وده عشان المشروع متصل بشبكة الطرق الرئيسية الإقليمي والأوسطي والدائري. وطبعا المنطقة اللوجستية جنب الميناء الجاف ده هيزود من حجم التجارة وحركتها، وهيحقق تطور في الاقتصاد. كمان المنطقة اللوجستية هتوفر خطوط شحن عالمية ومحلية وإقليمية متميزة وجديدة، وهتساعد في خلق وتوفير فرص استثمار متنوعة في أكتر من مجال زي مجالات الصناعة وغيرها. طب إيه السبب في إنشاء المنطقة اللوجستية؟ الفكرة من عمل المنطقة اللوجستية إدراك وتنفيذ متطلبات المرحلة اللي جاية واللي بتسعى ليها وزارة النقل، وهي ربط للخدمات اللوجستية المحلية بالخدمات اللوجستية الدولية. والهدف الأكبر برضو عشان تبقى عارف إنه يتم فتح فروع للمصانع اللي بتهتم بالسوق الليبي والمصري. دي خطوة مهمة جدا ومطلوبة لتحسين الاقتصاد. عشان كده نقدر نقول إن المنطقة اللوجستية بالسلوم مهمة جدا، لأن هي بتربط مصر بأفريقيا والعكس كمان، وكده يكون الميناء الجاف السلوم والمنطقة الدولية إضافة وخطوة مهمة للاقتصاد الوطني. كمان مشاريع المناطق اللوجستية دي هتساعد في تحقيق السيولة لحركة التجارة والصناعة وعمليات الشحن، وده عشان بيتم التقليل من التكدس اللي بيحصل للحاويات في المواني، وبالتالي هيزود من سرعة عمليات التبادل التجاري. وبالفعل قامت الهيئة العامة للمواني البرية والجافة بتوفير كل الدعم والتسهيلات الكاملة لإقامة المواني الجافة والمناطق دي. كمان قدمت الأدوات والمعلومات المطلوبة لإنجاز دراسات الجدوى الاقتصادية. كمان الميناء مرتبط بخط لسكة حديد عشان يتم نقل البضائع والركاب. عايز أقول لك كمان يا ريس إن أي تطوير في أي مجال بيفيد في باقي المجالات، وكل ده هيصب في تنمية وتطوير آليات ودعائم الاقتصاد، وده المطلوب واللي احنا عايزينه كلنا. احنا في الفترة الأخيرة بنحاول انه يحصل تضافر جهود، خصوصا في الظروف الصعبة اللي احنا شايفينها وعارفينها وبنعاصرها. الكل حواليك بيعاني وانت بتحاول انك تبقى الأول في التراك وبعيد عن كل التحديات المستحيلة، وتخرج نفسك من أي مطب مصطنع. مصطنع مش جاي بتدابير الطبيعة والظروف يا فندم. يعني نطلع من الأفخاخ اللي الجيران إياهم عايزين يوقعونا فيها بأي طريقة. أكيد فهمني كويس. خلينا نختم بكلام العملاق الراحل الدكتور جمال حمدان لما اتكلم عن شخصية مصر في عبقرية المكان، وقال إنه صفة جوهرية في البيئة المصرية الفعالة. فالوادي كله وحدة فيضية، أرضه من تشكيل ماءه مثلما هي من صنعه وصلبه، فالنهر باني واديه الوحيد، وهو الضابط الأساسي إن لم يكن المطلق لشكل اللاندسكيب الطبيعي بنفس الدرجة التي يبرز فيها للعين. من الصعب أن نجد بلدا يخضع في ملامحه لقانون التدرج كوجه مصر، فإذا كان التجانس هو قانونه الأول فإن التدرج قانونه المكمل، أو فلنقل إنه التجانس في تدرج أو التدرج داخل التجانس. بنشكركم على متابعتكم للفيديو، وما تنسوش في التعليقات تقولوا لنا رأيكم في موضوع النهارده، ولايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن. فريق عمل المراية تشرف بمتابعتكم على صفحتنا على الفيسبوك، ولو بتشوفنا على اليوتيوب اعمل سبسكرايب ولايك، ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوناش في الدعم والشير. السلام عليكم، ونشوفكم دايما على ألف ألف خير.